في جريمة مروعة هزت ولاية منوبة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي معمق للكشف عن ملابسات وفاة الأستاذة منجية المناعي، المحامية ورئيسة قائمة حزب المؤتمر الشعبي بدائرة منوبة. عثر على جثتها محترقة بالكامل وملقاة بمياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة. وتفيد المعطيات الأولية أن الجثة، وقد أتت عليها النيران بصفة شبه كاملة، كانت تطفو فوق مياه القنال حين تم اكتشافها، وسط صدمة كبيرة لدى الأهالي. هذه الحادثة كانت مفاجئة للكثيرين، خاصة أن الأستاذة منجية المناعي كانت معروفة في المجتمع المحلي بنشاطها السياسي والمهني، فضلا عن كونها شخصية بارزة كناشطة حقوقية. السلطات الأمنية، التي تدخلت بسرعة، قامت بإجراء التحاليل اللازمة على الجثة، وتأكدت من أنها تعود للأستاذة منجية المناعي، وهي محامية تقطن بإحدى معتمديات منوبة. وبتوجيه من النيابة العمومية، تم إيداع الجثة لدى الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في فتح تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الحادث. الجريمة التي اهتز لها الرأي العام تطرح العديد من الأسئلة حول دوافعها وحقيقة ما حدث خلف أسوار المركب الرياضي، حيث يحتمل أن يكون المكان له علاقة بتفاصيل الحادث. وبالرغم من أن التحقيقات جارية، إلا أن غموض الحادث لا يزال يسيطر على الوضع. وقد أثارت الجريمة حالة من الذهول في الأوساط المحلية، حيث عبر الكثيرون عن صدمتهم من وحشية الفعل. هذا الحادث يثير المخاوف حول تزايد الجرائم المروعة في بعض المناطق، ويجعل من الضروري تكثيف الجهود الأمنية للحد من هذه الظواهر التي تهدد الأمان الاجتماعي.